المخاوف ديالك او يبانوا لك قدام عيني وانت كتحاول داك الشيء راه بس راه ما خصناش نلقاو دي جوستيفيكاتيف باش نحلوا الادمان ديالنا. كنقولوا اكتئاب وكنقولوا اعراض جنسيه حتى هي. أهلا بكم في أولى حلقات مع المجتمع. حلقة اليوم غنتعرفوا فيها أكثر على المخدرات الكيماوية مثل الإكستازي والإمديما اللي أصبحت متواجدة بجميع الأحياء واللي ولاو الشباب كيتعاطاو ليها بكثرة. هاد المخدرات في منتهى الخطورة بحيث كتكون من مواد كيماوية خطيرة على الصحة. نخليكم تعرفوا عليها أكثر من خلال هذا الروبورتاج تحت عنوان قاتل جديد. لنشاهد. الامديما، الاكستازي والال اس دي وانواع اخرى من المخدرات الكيماويه الجديده اللي اصبحت منتشره بشكل كبير مثل الاكستازي. هذا المخدر عباره على قرص بالوان واشكال مختلفه اللي كتراوح ثمنها من 50 حتى 70 درهم. تلاقينا بهذا الشاب سامير العمر ديالو 19 سنه واللي غادي يتحدث لينا على تجربته مع هذا النوع من المخدرات الجديده. بزاف ديال المخدرات اللي خرجوا جديده بحال الاكستا والانديما. المهم الاكستا هي فهمتي حبوب السعاده، هي الطريقه ديالها كيفاش تاكلها فهمتي، هي على فهمتي على شكل حبوب حبات. واش بحال اي حبات ولا كيكون في شكل؟ لا كاين انواع فهمتي، كاينين بحال رسوم، كاينين طبعات وما كاينين رسوم على شكل حيوانات، كاينين على شكل فهمتي نغمات موسيقيه. ديال الاستعمال ديالها كيفاش كتاكلها، كتشدها كتخوها في قرعه ديال الماء كتخليها حتى كتذوب معايا فهمتي. المذاق ديالها مر، خاصها كميه ديال الماء كتخلطها حتى كتذوب كامله بحال كتخلط في الضوء. المهم ملي كتشربها عندك ربع ساعه تبدا تفهمتي، تبدا تحس بداك الاحساس ديال بان لا غادا لك في الدم ديالك. توجهنا إلى مركز طب الإدمان اللي كتواجد فيه جمعية النسيم لضحايا الإدمان والمخدرات واللي كتستقبل عدد كبير من الشباب المدمنين على هذا النوع الجديد من المخدرات الكيماوية. الجمعية ديالنا هي اللي مكلفة بالقطب الاجتماعي بالنسبة للمركز، وتنستقبلوا بزاف ديال الشباب باش نعاونوهم في إطار لو بروسيسوس ثيرابوتيك ديالهم، سافو باش يحيدوا عليهم المخدرات. بحكم التجربه ديالنا في مجال ديال الادمان تنستقبلوا بزاف ديال الشباب في هاد الاخر واحد السنتين الاخيرتين، الشباب اللي رجعوا تيتعاطاو واحد المخدرات اللي رجعوا بشكل كتير بحال الاكستازي، الامديما. هاد الشباب ما عارفينش بان هاد الشيء بانه راه حتى هو مخدر، حيت كاين دابا بزاف ديال المعلومات اللي الشباب تيداولوا بعضياتهم تيقولوا بان هادو منشطات، هادو غير تندوز بهم واحد السهره ولا ندوز بهم واحد الحفله وهاد الشيء غادي يدوز وصافي، الوغ كو سي اون دروغ. بالنسبه لي انا منشط 800 ألف مدمن في المغرب حسب المرصد الوطني للمخدرات والإدمان. المئات منهم اليوم كيستهلكوا هذا النوع الجديد من المخدرات الكيماوية. رجعنا لنفس المكان، مركز طب الإدمان، عند دكتورة متخصصة في العلاج النفسي والطبي للإدمان اللي غادي تحدث لنا على خطورة المخدرات الكيماوية على الصحة. 2009 لدابا شفنا بان كان تغيير في المواد اللي كيجيو المدمنين يتعالجوا منها، ولاحظنا بان مؤخرا كانت واحد اون اوغمونطاسيون وكيبداو يجيو عندنا دو بلوس ان بلوس دو باسيون، دو جون باسيون، دونك مدمنين دي جون des adolescents ولا des adultes jeunes اللي كيتعاطاو الاكستازي. الوغ الاعراض ديال ماده الاكستازي هي تقريبا اعراض ديال المواد الاخرين، عاد كاين دي سبيسيفيسيتي ديال الاكستازي.
الوغ الاعراض ديال الادمان بصفه عامه هي كيكونوا دي ريبيركوسيون سور لا سونتي سوماتيك على الجسم، على الفونكسيونمون ديال الجسم. هذيك الماده اللي كتخاد ما عرفناش شنو فيها وكتمشي الى ميتابوليزي او نيفو دو فوا الكبده والكلاوي. دونك ما عرفناش شنو كيدخل للجسم وشنو كيمشي كيتميتابوليزا او نيفو د الكبده والكلاوي وكيدوز في الدم. سي دي برودوي شيميك، مادام مواد كيميائيه اللي كتدور في لو كور اللي ما عارفينهاش منين جايه. ملي كنقولوا اكتئاب كنقولوا اعراض جنسيه حتى هي، حيت اللي كيقول لا سيكسواليتي راه ما بعيداش على الادمان. داكور، لا سيكسواليتي او نيفو دو سيرفو ما بعيداش. داكور، حتى هي c'est la conséquence de la stimulation de le système اللي قلت لكم لو سيركوي اللي عندنا في لو سيرفو. ولا دوبامين هي اللي كتعطي اون سيكسواليتي نورمال. شي واحد اللي عنده اون ديبليسيون ما بقاتش لا دوبامين دونك وكيولي عنده اكتئاب وكيولي ما قادر يدير حتى شي حاجه، دونك حتى جنسيا كيولي عنده واحد العجز الجنسي. مخدر التمبر مكون من قطرة مصنعة كيماويا هي على شكل كرتون كتجعل المتعاطي يعيش حالة من التخيل والتأثيرات على نفسية المدمن المخدرات الكيماوية واللي كتخليه يعيش عالم آخر. ماشي حبة ماشي شلع ورقة فهمتي كتدوب في اللسان فيها بزاف ديال القطرات ديال الانديم فهمتي. الشخص من تياكلها من تيديرها في لسانو اين فاش تبدا تدوب يدوبانوا لك بزاف ديال الحوايج فهمتي. بحال تبان لك شي حاجه فهمتي غاده في الارض، بحال المخاوف ديالك هذوك المخاوف اللي كتخاف منهم نتايا يقدروا يبانوا لك بحال دابا انا تنخاف من اللفعه تقدر تبان لي اللفعه غاده واخا لا انت كتشوفها ولكن واحد اخر يكون جالس حداك ما يشوفهاش. فاش كنبغيو انا والعشران ديالي نبغيو ناخذوا حبوب ديال لاكستا كنمشيو كناخذها من عند واحد فهمتي، كناخذها من بزاف ديال البلايص كل مره كتكون عنده واحد فهمتي. من تبغي تاكل خاصك ضروري تخرج لشي بلاصه يا اما تمشي تريح في شي بيت فهمتي يكون مسدود ولا تكون غادي لشي بلاصه خارج بحال فهمتي بحال الملاهي ولا لي بوار. مخدرات أثمنة كتراوح ما بين 50 إلى 100 درهم وما فوق كتدمر مستقبل الشباب وأصبحت خطرا يحوم على كل مراهق بقضاء سهرة بأحد الملاهي الليلية وكيتناول مخدر لا يعرف خطورته ولا مكوناته.